السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا منيرة يا منيرة يا منيرة حصلها. صبحكم الله بخير الحين. صلوا على النبي اللهم صل وسلم. يا منيرة يا منيرة يا منيرة حصلها. هذه قصيدة وقصتها بنت أختي. تشوفني وأنا رايح كل يوم أظهر بالحالي، أحب كشتات دايم بالحالي. مرة ناخذ الكاديلاك، مرة ناخذ الكابرس عشان ما تعطل المواسم دايم تتحرك. كنا حنتني توم بتروح يا خالد، تقول توم بتروح يا خالد. يعرف توم بروح أجلس واتكي كذا، بس قصدها كل يوم تروح، كل يوم. ولما طبعي دايم جسم الحالي. المهم عاد قلت يا منيرة يا منيرة يا منيرة الصنها، أشكي على الحال بعد الله يا خالص. يا منيرة يا منيرة يا منيرة الصنها، أشكي على الحال بعد الله يا خالص. حالي غدا مسروس من شاف الرياس خاف، عبرت خفاها الليل وسط الخلا خايف. دعتنا ضميني ضمت وحيد أمه، لقاميتنا تفيض عبراته. يا منيرة يا منيرة يا منيرة الصلهان، أشكي على الحال بعد الله يا خالص. حالي غدا مسلوس من شافه لي يسخف، عبرت خفاها الليل وسط الخلا خايف. دعتنا ضميني ضمت وحيد أمه، قامت تنهد تفيض عبراته. راح نص يمه في عبر بين الحريم يجي تضمه تفيض عبرته، حس بالأمام طمأنينة قامت هلا دمعته. وهذا البحر اللي جبت عليه قصيدة أول مرة أتطرق له، اللي هو قصيدة بدون قافية، هو موزون بس قافية ما فيه. أول مرة أتطرق له، ولا جبت قبله ولا بعده يعني. هذا والزبدة من الشعر هذا اللي أجيبه هذا، أن الشعر مواقف، له مواقف، وكيف تجيب الطرق وكيف تجيب الوزن وكيف تجيب هذا، تجي مع الوقت، مع التمرس في تنمية الموهبة. مثل ما قلت ما تطرقت لقصيدة بدون قافية، بس هذاك الموقف جابه. ونظم القصيدة على الكسرة ما هو مثل النظم على البحر الطويل، من كلمات كسرة قليلة. البحر الطويل يصير فيه أطول، وعلى حسب البحر تجيب القصة أو القصيدة والسالفة تركب. هذه تجي مع الخبرة، مع الوقت، مع الممارسة، ما تجي. أنا مرة أخذت كتب أبغى أعرف كيف البحر كذا وبحر كذا وبحر كذا، في شيء مو مسجل في الكتب هذه. مع المواقف تكسب الخبرة وتجيب المعاني وتعرف له. والمعاني هذه تاخذها من المجالس وتدرسها وتقرأ تطلع، تعرف المعاني وتعرف العلوم هذه. والله يوفقنا إياكم يا حبيبي الله. السلام عليكم.